شهر رمضان مدرسة تهذيبية أخلاقية عالية. هذا الشهر الذي جمع الله تبارك وتعالى فيه من الخيرات لهذه الأمة، من أهم خصائصه أن المؤمن يخضع فيه لدورة تدريبية على السمو بأخلاقه، وعلى أن يسعى ويحرص دائما على تهذيب أخلاقه وجعلها متناسبة ومتلائمة مع هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام. ولا شك أيها الإخوة أن الإسلام يعطي للأخلاق أهمية كبرى في حياة المسلم، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف الذي فيه تحد للمشركين، كما أن فيه إعلاء لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت ظاهرة ومكشوفة للجميع، عندما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاقه التي وصفها الله جل وعلا بالعظمة في كتابه، هذه الأخلاق تعتبر معلما من أعظم معالم نبوته. فالله تبارك وتعالى لم يشر بشيء من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذه الأخلاق التي حباه الله تبارك وتعالى إياها، مما يؤكد لنا على أن الأخلاق في الإسلام لها أهمية كبرى ولها مكانة عظمى في هذا الدين، وبخاصة عندما نطلع على نصوص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تؤكد لنا أن الأخلاق في ميزان الله عز وجل ترجح على فضائل ونوافل العبادات. وهذا سنرى نماذج منه في موقف آخر، مما يدل على أن الأخلاق من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع لنا في أحاديثه الشريفة منظومة الأخلاق الإنسانية الفاضلة في كل جانب من جوانبها، بحيث إن الإنسان الباحث لا يستطيع أن يقول إن هناك خلقا من الأخلاق الفاضلة لم يتحدث عنه الإسلام ولم يتحدث عنه نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن هناك خلقا سيئا من الأخلاق التي ينبغي أن يتنزه عنها المؤمن لم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحذر منه، مما يدل على أن مكارم الأخلاق التي هي عنوان نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه المكارم في الحقيقة هي جامعة ومحيطة، حتى إن بعض العلماء ألف كتابا في إثبات أن في القرآن الكريم نظرية أخلاقية متكاملة، وسمى كتابه دستور الأخلاق في القرآن. أدى هذا الكتاب إلى أن يحدث ثورة في عقول الفرنسيين الذين قدم عندهم هذا الكتاب، فدهشوا وذهلوا وهم يرون أن منظومة الأخلاق في القرآن الكريم منظومة متكاملة شاملة، لا تترك شاردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وتشير إليها أيضا أو تذكرها بطريقة علمية دقيقة ليست اعتباطية كما قد يتبادر إلى بعض الناس أنها متناثرة. الحديث عن الأخلاق وعن الفضائل متناثر في القرآن الكريم هنا وهناك، وليس هناك شيء يجمع هذه الأخلاق ويربطها. الإسلام أيها الأحبة ربط الأخلاق أولا بالإيمان بالله عز وجل، ومن هنا عندما نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكثير من مكارم الأخلاق، نلاحظ أنه ربطها بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. انظروا إلى هذا الربط: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا منبع الأخلاق هو الإيمان، وهذه الأخلاق التي تعهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة، وأيضا نص عليها القرآن الكريم، تجعل المؤمن في حالة من المحاسبة الدائمة لنفسه عندما يتلو آيات الله عز وجل، فتمر به مكارم الأخلاق التي يحث الله تبارك وتعالى عليها عباده. مثلا عندما وقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه موقفا ممن رمى ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها بالإفك، وكان هذا الذي رمى السيدة عائشة رضي الله عنها ممن رموها بالإفك من أولئك المنافقين، كان ممن ينفق عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويحسن إليه ويقدم له نفقة بشكل مستمر. فعندما بلغه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن هذا ممن تكلم في الإفك، غضب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال: فلان يقول ذلك والله لا أنفق عليه أبدا. يعني من حقه الإنسان يقابل بإحسانه، يقابل بالإساءة البالغة، بالإفك والافتراء على عرضه، هذا أمر كبير ولا شك. انظروا إلى تأديب القرآن الكريم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا المهاجرين الفقراء المساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. انظروا إلى هذا التعقيب الإلهي على هذا الموقف: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع هذه الآية الكريمة: بلى والله إني أحب، وكفر عن يمينه وأعاد النفقة إلى هذا الذي كان ينفق عليه. هذه الآية الكريمة بهذا التعقيب في الحقيقة تستحث كل مؤمن عندما يقف موقفا يريد فيه أن يعبر عن غضبه أو انزعاجه من بعض الناس الذين يسيئون إليه، فعندما يعلم أن وراء الصفح والمسامحة ليس الأجر فحسب وليس أجرا عاديا، وإنما المغفرة من الله تبارك وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلاحظوا كيف ربط القرآن الكريم ربطا عظيما بين الأخلاق ومكارم الأخلاق وبين مغفرة الله عز وجل التي هي مطمح نظر كل مؤمن. وهنا نلاحظ إذن أن الأخلاق في القرآن الكريم مرتبطة ارتباط وثيق بالإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، وكذلك هي أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظرنا أيها الإخوة إلى مشاكل مجتمعاتنا الإسلامية، لو رأينا هذه المشكلات لرأينا أنها تتجمع كما قال بعض العلماء الدعاة، تتجمع في أزمة خطيرة ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إليها في حياته وفي شخصيته وفي سلوكه، ألا وهي أزمة الإيمان وأزمة الأخلاق، وكلاهما أزمتان متداخلتان مترابطتان. فضعف الإيمان ينجم عنه الكثير من المعاصي والسيئات والتقصير في دين الله تبارك وتعالى، كما أن أزمة الأخلاق وفساد الأخلاق ينجم عنها الكثير من المآسي والمشكلات التي لا يمكن أن تحدث لو أن الناس تعهدوا أنفسهم وتعهدوا حياتهم بمكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام وحث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في حديث عنه أنه فاضل مفاضلة واضحة بين مكارم الأخلاق وبين نوافل العبادات. فجاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، يعني بأفضل من درجات
الصلاة والصيام والصدقة يعني المقصود بها النافلة الزائدة عن الفريضة. قالوا بلى، قال صلاح ذات البين. والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وجاء في رواية أخرى أنه قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والعياذ بالله. انظروا إذن إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا يفاضل بين إصلاح ذات البين، وذلك بأن تكون العلاقات قائمة على المحبة والمودة وصلة الرحم والتسامح والتغافر بين المؤمنين، وغض النظر عن الهفوات والأخطاء، وأن لا يحمل المسلم في قلبه على أخيه المسلم غلا أو حسدا أو حقدا أو سوء ظن وما إلى ذلك. فهذا كله من صلاح ذات البين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفاضل بين ذلك وبين الأعمال العبادية التي يتنافس فيها كثير من المسلمين من صلاة وصيام وعمل صالح من الصدقات، ويرجح صلاح ذات البين على ذلك، فهو أفضل عند الله تبارك وتعالى وأحب إلى الله عز وجل. ثم بين خطر فساد ذات البين فقال هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والعياذ بالله. فساد ذات البين أيها الإخوة يتجلى في أخلاقيات خطيرة إذا دخلت المجتمع المسلم أفسدت علاقاته من أولها إلى آخرها، مثل عقوق الوالدين مثلا، وقطيعة الرحم، والعداوة والفساد في العلاقة بين الأقارب، وعدم التواصل بينهم وعدم الإحسان إليهم، كذلك الظلم والعدوان على الناس في أموالهم وفي أعراضهم. فهذا كله من فساد ذات البين. وكذلك الأمراض القلبية التي لنا حديث عنها إن شاء الله، ألا وهي التي سماها الله تبارك وتعالى باطن الإثم، فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم من سوء الظن بالمسلمين. سوء الظن قد يكون في أقرب الناس إلى الإنسان، يسيء الظن والعياذ بالله الإنسان بزوجته، أو مرأة تسيء الظن بزوجها، وإساءة الظن يعني تكثر وتنمو حتى تؤدي والعياذ بالله إلى الطلاق. وهذا أمر مشهود وملاحظ، كم وكم من ظنون فاسدة لا أصل لها ولا وجود لها في الحقيقة وفي الواقع، ولكنها تكاثرت في نفس الإنسان فلم يقاومها ولم يحاسب نفسه عليها، حتى قطعت العلاقة بينه وبين زوجته، وظن الظن آثم فيها حتى كأنه يقين وكأنه حقيقة، ثم أدى الأمر إلى طلاق وإلى فراق. كم وكم أدى سوء الظن إلى قطيعة الرحم، فتقاطع الإخوة مع بعضهم بعضا بسوء الظن، الأقارب ابتعدوا، والعداوات تناقلها الناس من الآباء إلى الأبناء، حتى كانت القطيعة وكان التحاسد والتباغض بين الناس. كل ذلك بسبب فساد ذات البين الذي يأتي على أسس المجتمع المسلم وعلاقاته بالإفساد وبالتخريب. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحالقة، وقال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تؤدي والعياذ بالله إلى فساد في الدين وضعف في الدين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أكد على هذه المكارم الأخلاقية وأمر بها، والمخالفة لها في كثير من الأحيان يوقع الإنسان في الكبائر، كبائر الإثم من غيبة ونميمة وسوء ظن وبهتان وقول الزور والعياذ بالله وما إلى ذلك. وهذا كله مما ينبغي للمؤمن أن يتعهده في نفسه، وأن يحاول إصلاح نفسه في ذلك، ويبتعد عن كل خلق لا يرضي الله تبارك وتعالى ويجرح ويقدح في دينه. كيف عالج الإسلام
الأخلاق وكيف ربى المسلم على حسن الخلق، لا شك أن العبادات هي في رأس الأساليب التربوية التي اتخذها الإسلام لمعالجة الأخلاق ولترقية أخلاق المسلم وتنميتها حتى تكون أخلاقا فاضلة. كما أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بسيرته العطرة ومواقفه كلها عليه الصلاة والسلام هي مكارم أخلاق عظيمة ينبغي للمؤمن أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. لكننا في ميدان العبادة نلاحظ أيها الأحبة أن العبادات كلها وأركان الإسلام كلها تقوم على مراعاة مكارم الأخلاق والاعتناء بها. فلاحظوا مثلا في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء كلمة جامعة لأنواع المحرمات وأنواع المفاسد الأخلاقية التي قد يقع فيها الإنسان. المصلي الذي يصلي لله تبارك وتعالى صلاة بخشوع وحضور قلب واستحضار لعظمة الله عز وجل ويستشعر رقابة الله عز وجل عليه، لا يمكن أن يخرج من صلاته ليغش ويخون ويكذب ويخون الأمانة ويأكل أموال الناس. هذه الصلاة تربي في قلبه رقابة الله تبارك وتعالى وتعظيم الله، تعظيم ما عظم الله عز وجل، تعظيم ما حرم الله تبارك وتعالى، فلا يقرب شيئا من حدود الله. إذن عندما يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة هي مدرسة تهذيبية كبرى في حياة المسلم تتكرر في حياته 5 مرات، تذكره بالله وتقوم أخلاقه وسلوكه. وكذلك الصيام، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث القدسي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بكلام فيه فحش ولا يسخر، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. انظروا إلى هذا الضبط لجماح النفس من طبيعتها أنها إذا اعتدي عليها أن ترد العدوان، أن يكون لها ردة فعل. ولكن لاحظوا دور الصيام كيف يهذب خلق المسلم، كيف يجعل نفسه لا تثور ولا تغضب وإنما تتطامن لأنها في حالة عبادية عالية وفي سمو أخلاقي عالي، فهي لا تنزل إلى الدنايا ولا تسف ولا ترضى بالإسفاف بأن تقابل السيئة بالسيئة، وإنما تعفو وتصفح وتستذكر أنها في عبادة لله عز وجل لا يليق بها بحال من الأحوال أن تجرح عبادتها لله تبارك وتعالى. كذلك نلاحظ في الحج كيف أن الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. ما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن أحكام الحج وآداب الحج التي هي آداب ظاهرة وأحكام ظاهرة، وإنما تحدث عن الأخلاقية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهنا نلاحظ إذن أن هذه العبادات كلها لها دور عظيم في تقويم أخلاق المسلم وفي إعانته على نفسه، كما أن الجانب المهم والعظيم أيضا في حياة المسلم هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه التي هي مدرسة للمؤمنين في كل جانب من جوانب حياتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا لتقويم أخلاقنا كما يرضيه تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعائه اللهم اهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.